بدرية طلبة قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق، وذلك بعدما بدر منها من إساءة للشعب المصري خلال ظهورها عبر بث مباشر على التيك توك، بعد أن ردت بدرية طلبة بشكل غير لائق على إحدى المتابعات التي وصفتها بالمشخصاتية. وردت بدرية طلبة معلقة: المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع وبيقولوا لها نتصور معاكي يا فنانة، المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة بتروحها، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هم أسياد البلد. نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق، وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر. وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا. ونفت بدرية طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري، مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع الخرفان على حد وصفها. وأشارت بدرية طلبة إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجهت لها، وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر. وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف أسيادكم إهانة المصريين والجمهور. وأكدت في الفيديو أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قراءة هذاحيات صحية باي تابولا سبونسرد لينكس. جاء انفعال بدرية طلبة على متابعيها بعد تعرضها لاتهامات بأنها قصرت في حق زوجها الراحل وفي مرضه، ما دفعها للحرص على الرد من أجل أبنائها. رد الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية. ردت الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويلها إلى التحقيق لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري، غير معترضة تماما على هذا القرار. وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة، إني أنساق وراء إلا لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي. أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني، قدمت اعتذار بعصبية لأنهم برضو دخلوا استفزونا ونسقت تاني وراهم، وده غلطتها، كان لازم أكون أهدى من كده. وأكيد اللي بيحبونا حيلتمسولي العذر. بكرر أسفي واعتذارا للجمهور اللي كان سبب في وجوده، ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهم سبب في اللي أنا فيه. ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه، لأن الفيديوهات كاملة موجودة علي صفحتها، والحمد لله إن حيتم تحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلام بعيدا عن أي توتر أو استفزاز من حد، وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب.